ده حنفي. العلماء قالوا على حنفي إن هو أورجانيزم. معلش يا حنفي. مجموعة من حنفي وحنفي وحنفي هيعملوا جماعة اسمها جماعة الأحناف. العلماء قالوا عليها إن هي population. حنفي هيقعد مع عتريس، فحنفي وعتريس مجموعة من الأحناف والعتريس هيعملوا لي حاجة اسمها community. أحناف وعتريس هينزلوا المية مع بعض هيعملوا لي حاجة اسمها ecosystem. مجموعة من الإيكوسيستمز اللي شبه بعض يعملوا حاجة اسمها بايوم. مجموعة من البايوم هتعمل لي حاجة اسمها بايوسفير اللي هي كوكب الأرض ككل، وده هنشوفه في الحلقات اللي جاية. ليه العلماء قالوا على أبو الأحناف كائن حي وما قالوش كده على السمكة الخضراء البلاستيك الصغيرة دي؟ متزعلش يا أبو الأحناف، هم قالوا كمان على الإنسان وقالوا على النبات والحيوان إن هم كائنات حية. طيب إيه اللي يميز أبو الأحناف وبقية الكائنات الحية دي عن السمكة الخضراء البلاستيك دي إنها ما تبقاش كائن حي؟ أبو الأحناف بياكل وبيكبر وبيخرج فضلات أكله بعد ما بياكل. أبو الأحناف بيتنفس، بيتحرك، بيحس وبيتكاثر، بيجيب أحناف صغيرين. علشان كده قلنا على أبو الأحناف كائن حي. أبو الأحناف إنه يتنفس، يأكل، يتكاثر، يشعر، ينمو، لأنه كائن حي. استنونا في الحلقة الجاية، هنتكلم عن المجتمعات والجماعات populations and communities. هنتكلم عن كائنات تانية موجودة على كوكب الأرض، مش بس أبو الأحناف. استنونا.